قصته النهارده يا صديقي بتبدأ براجل اسمه جورانج. لما فتح عينيه لقى نفسه جوه سجن اسمه بلاتافورم. المكان ده كان متقسم مستويات، كل مستوى ليه دور تاني، وفي نص الأوض دي كلها كان في فتحة كبيرة، ومن فوق كان بينزل بلاتافورم، يعني يا صديقي المنصة اللي عليها أكل المساجين. بس المنصة دي ما كانتش بتقعد في أي دور غير دقيقتين بس. في الوقت ده يا صديقي أي أكل تقدر تاكله كله، وبعدين المنصة بتنزل الدور اللي تحتها. المنصة دي كان لها مستويات ما لا تحصى، في كل مستوى كان في اتنين مساجين قاعدين مع بعض. هنا جورانج كان معاه راجل عجوز اسمه تريم كاسي. جورانج ما كانش عارف المكان ده شغال ازاي، ولا عارف الناس هنا بتعيش ازاي. هو جاي هنا بقاله 6 شهور عشان يبطل سجاير وفي نفس الوقت ياخد شهاده. مش عارف يا صديقي شهاده ايه اللي تخليه يجي مكان زي ده. وهو بيكلم العجوز عن المكان فجاه النور الاخضر بيولع على طول. المنصه نزلت من الدور اللي فوقهم ووقفت قدامهم. جواها كان في اكل اهل الدور اللي فوق. بمجرد ما المنصه وقفت تريم كاس انقض عليها زي طور جعان. بس جورانج لما شاف الاكل الوسخ ده بعد عنه وما كلش منه، لكن لقى تفاحه جوه خدها حطها في جيبه عشان ياكلها بعدين. بعد دقيقتين المنصه بدات تنزل. دريم كاسي بصق على المنصه نفسها وقال لجورانج ما تستغربش اللي فوق بيعملوا كده برضه. ومجرد ما نزلت المنصه حراره الاوضه بدات تزيد فجاه. دريم كاسي قال له لو ما رميتش التفاحه دي دلوقتي حراره الاوضه هتفضل تزيد لحد ما نموت. طلع ان ممنوع يبقى معاهم اي اكل من على المنصه، ولو حد خبى حاجه الحراره بتزيد لغايه ما يموتوا. عشان كده في الوقت اللي المنصه فيه عندهم بياخدوا قد ما يقدروا وخلاص. جورانج شرح للعجوز قصته انه جاي هنا بيرقع عشان بعد 6 شهور ياخد شهاده وفي نفس الوقت يبطل سجاير. دريم كاس اندهش وقال له طيب ازاي انا لسه ما خدتش الشهادتين وانا قاعد هنا بقالي سنه كامله؟ ساله جورانج وانت جيت هنا ليه؟ قال له كنت قاعد في البيت اتفرج على التلفزيون، شفت اعلان عن سكين بتقطع حتى الحجر، وبعد ما طلبته ولما جالي اكتشفت انه سكين عادي. زعلت قوي ورميت التلفزيون من الشباك، ومن سوء حظي التلفزيون وقع على راس راجل تحتي ومات. القاضي اداني خيارين، يا اما المصحه العقليه يا اما هنا. اخترت هنا لمده سنه ونص. وبعدين قال له ان هنا كل 30 يوم بيغيروا عليهم الاوضه. المره اللي فاتت كان في المستوى 132، الدرج ده ما كانش الاكل حتى بيوصل هناك لكنه عاش. قال له 30 يوم من غير اكل بس ميه تقدر تعيش. الخطر الحقيقي لما تفضل في المستويات الواطيه اكتر من مره. جورانج اقترح طب ما كل واحد ياكل شويه عشان اللي تحت يلاقوا اكل، ونادى على اللي فوق محدش رد عليه. نادى على اللي تحت هزقوه اكتر. العجوز زعله اللي تحت مش ناقصين احترام، يخليهم في حالهم. في السجن ده كل واحد مسموح له يجيب حاجه واحده معاه. جورانج جاب معاه روايه، اما ترين كاسف فجاب السكين اللي اشتراها من التلفزيون. جورانج شك ان العجوز قدر يعيش ال 30 يوم اللي فاتوا عشان اكل صاحبه اللي معاه في الاوضه بالسكينه اللي معاه، خصوصا ان العجوز شكله كان مجنون شويه. وهم قاعدين يتكلموا فجاه واحد وقع من فوق ومات قدامهم. جورانج اتصدم. العجوز قال له مفيش حاجه تستدعي الاستغراب، الموضوع ده بيحصل كل يوم هنا. الايام عدت وجورانج بدا ياكل من المنصه وتكونت صداقه بينه وبين تريم كاسي. بس في يوم نزلت بنت مع المنصه كانت باينه تعبانه ومجروحه اسمها ميهارو. جورانج فكر يساعدها. تريم كاسي قال له دي مجنونه، كل شهر بتنزل بالمنصه تدور على ابنها وتقتل اي حد في الاوضه عشان لو صادف ان ابنها يكون في الدور ده. بعد ما خلصوا اكل المنصه نزلت في الدور اللي تحتها. الناس هجموا على ميهارو. جورانج صرخ فيهم لكن ميهارو لوحدها قضت عليهم الاثنين وركبت المنصه تاني ونزلت. من ساعتها جورانج اتعود على المكان وبدا ياكل من المنصه زي تريم كاسي. بعد 30 يوم تريم كاسي قال له ده اخر يوم لينا في الاوضه دي، بكره هننتقل لمستوى تاني. وبعدين غاز نوم دخل عليهم وسابوه. في اليوم اللي بعده جورانج صحى لقى نفسه مربوط في السرير. كانوا بقوا في المستوى 171. المستوى ده يا صديقي كان الاكل فيه حلم مش حقيقه. تريم كاسي عشان جورانج اصغر منه واقوى ربطه قبل ما يصحى. قال له انا مش عايز اقتلك بس لما الجوع يطلع بره السيطره مضطر اقطع منك وهحاول ما اقتلكش. مر 8 ايام وهو مربوط. كان بيحاول يفك نفسه لكن مش قادر. جوع العجوز طلع بره السيطره، ما كانش بيجي لهم غير اكل وسخ. بدا يقطع في جورانج عشان ما كانش عايزه يموت بسرعه، علشان لو مات هيتعفن على ايام. قطع في فخده وطلع لحم. في اللحظه دي ميهارو نزلت تاني مع المنصه، ضربت العجوز على راسه بازازه وقطعت رقبته. وبعدين فك جورانج من رباطه علشان كان كويس معاها قبل كده. ولما اتحرر جورانج اخذ السكين من العجوز وطعنه بيها لغايه ما مات. وبعدين اغمى عليه. لما صحى لقى ميهارو رابطه الجرح اللي في رجله بخرقه وكانت بتاكل كبده العجوز. عرضت عليه ياكل منها، رفض في الاول بس الجوع غلبه واكل. سالها عن ابنها بس ما ردتش. ركبت المنصه تاني ونزلت. من بعدها جورانج قعد لوحده. كانت بيجي له هلوسه بالعجوز علشان كان عايش على لحمه. بعد 30 يوم صحى لقى كلب بيلحس وشه. بعدها بسرعه بص على رقم الاوضه كان في المستوى 33. لا معاه ست جايبه كلبها معاها. وبعدين افتكرها دي اللي عملت معاها الانترفيو قبل ما يدخل. قالت له انها جايه بارادتها عشان شايفه ان المكان ده بيقرب الناس من بعض. قال لها المكان ده مش زي ما انت متخيله، الناس هنا بتاكل بعض عشان تعيش. قالت له في 200 مستوى، لو كل واحد اكل نصيبه بس اللي تحته هيعيشوا. نزلت المنصه وجرانج اكل. الست وزعت الاكل واكلت كلبها وحطت جزء للي تحت. لما نزلت المنصه نادت على اللي تحت حطيت لكم اكل في الاطباق، كلوا نصيبكم بس عشان الكل ياكل. اللي تحت كانوا بيشتموها وهم بياكلوا. كل يوم كانت بتناديهم وكل يوم كانوا بيشتموها. جرانج زعق فيهم لو ما اكلتوش نصيبكم بس انا هاخد اكل كل واحد فيكم كل يوم. وبعدين سكتوا. قال لهم قولوا للناس اللي تحتكم كده برضه. عدى 15 يوم. في يوم ميهارو نزلت مع المنصه مغمى عليها، حالتها كانت وحشه. جورانج نزلها وحطها على السرير. المنصه نزلت وحراره الاوضه بدات تقل. قلب الست كان خد قطعه
فرخة من على المنصة قبل ما تنزل، جورانج شدها منه بسرعة ورماها تحت، رجعت الحرارة طبيعية. في اليوم التاني مهارو قامت وركبت المنصة ورجعت تحت. جورانج حكى للست قصتها وإنها بتدور على ابنها. الست قالت له ملهاش بنت ولا ولد، كانت ممثلة فاشلة، جاب الجيتار معاها وجايب كل إيراداتها، من 10 شهور عملت معاها انترفيو، هي بتدور على ابن مش موجود. المنصة نزلت لتحت أول ما شافوا ميهارو فرحوا، لكن ميهارو طلعت سكين وذبحتهم. جورانج بكل غضب، مين الصادق، العجوز ولا الست؟ الست فهمت المكان عامل ازاي، قالت انا بقالي 6 سنين بعت ناس للجحيم ده وما كنتش اعرف، بس مش فارقه، انا عندي سرطان من 3 سنين وهرجع قريب. خلص الشهر، جورانج صحى لقى نفسه في مستوى 202. الست كانت شنقت نفسها، فكرت المكان 200 مستوى بس. جورانج بيكون زعلان، الهلوسه رجعت له، العجوز والست. الست قالت انا انتحرت عشانك، كان ممكن اموت ببساطه بس عايزاك تاكلني وتعيش. العجوز بيضغط عليها كلها. جورانج قعد يعد الايام، فضل صايع على جوعه، حتى انه قطع كتابه وكله، في الاخر ما نفعش وقطع من جسمها واكل، فضل عايش 30 يوم. الشهر اللي بعده صحى في المستوى 6، معاه راجل اعمى اسمه بهارات، معاه حبل وكان بينادي على اللي فوق يساعدوه يطلع. فوق كان في بنت وراجل، سالوه نعمل لك ايه، قال لهم الاله قال له ان في 2 هيساعدوه. سالوه اله مين عشان يضحك عليهم، قال نفسي الهكم. صدقوه ووافقوا، رمى لهم الحبل وبدا يطلع. في نص الطريق البنت مسكت على وشه وسابت الحبل، ولما وقع جورانج انقذه. بهارات اكتئب، خطته فشلت. بالليل الهلوسه رجعت لجورانج، العجوز قال له شهر واحد وحريه. الست قالت له التغيير بيجي بالاراده، قرر يغير قوانين المكان. قال له بهارات ننزل تحت، لو وصلنا لاخر دور نركب المنصه ونطلع بره. بهارات خاف، مش عارفين كام دور واللي تحت بياكلوا لحوم البشر. قال له كنت في 202، بحسب توقفات المنصه اظن في 250 دور، لو وصلنا الاكل لاخر واحد هيعيشوا ونحكي للاداره على اللي بيحصل. بهارات وافق، كسروا السرير، طلعوا مواسير ونزلوا مع المنصه. قرروا ما يدوش اكل لحد ما وصلوا لاخر دور. اللي كانوا كانوا اليوم اللي فات ما ادهمش اكل، واللي ما سمعش الكلام ضربوه بالانابيب. وفي مستوى قبل راجل كبير صاحب بهارات، شرحوا له الخطه، اعجب بيهم، قال لهم ما تخافوش، فكروا في اكله مشهوره بينا كوتا ووصلوها لاخر الدور هتبقوا امانهم. نزلوا تاني وشرحوا للناس الخطه، طلبوا منهم يصوموا يوم، واللي ما سمعش ضربوه على راسه. في المستوى 50 وزعوا اكل على الناس، ما كانش ليهم امل. نزلوا تحت لقوا عجوز مريض وولد معاه، الولد قال العجوز هيموت خلاص، هشق بطنه واكل. عرفوا الناس هناك عامله ازاي، نزلوا لقوا واحده ماتت من الجوع، ناس قتلت نفسها وناس كلت بعض. وفي مستوى من المستويات لقوا راجلين بيوثقوا مهار عشان ياكلوها. رنجو بهارات دخلوا في المعركه، واحد فيهم كان معاه سيف، جرح بهارات، بهارات قتله وخد السيف وقطع رقبه التاني. مهارو بتكون ماتت، ركبوا المنصه ونزلوا تحت. في المستوى 333 لقوا بنت صغيره، جورانج فكرها بنت مهارو. نزلوا من المنصه والبنت كانت جعانه، بصت لطبق الاكل. جورانج قال لبهارات يديها الاكل، بهارات متردد، كان عايز يوصله لاخر الدور بس في الاخر اداهولها، وبعدين كلت والمنصه نزلت وسابتهم. بالليل الهلوسه رجعت، العجوز والست قالوا له البنت دي رسول. شاف خيال بهارات برضه قال نفس الكلام، صح لقى بهارات مات. في اليوم التاني نزلوا تاني بالمنصة، فضلوا نازلين لغاية ما وصلوا لآخر الدور. المنصة كانت هتطلع بسرعة الرصاص لفوق. شاف العجوز في هلوسة، قال له أخيرا نجحت. قال له لسه لازم أوصل البنت لفوق. قال له دي رسول هتطلع لوحدها مش محتاجة مساعدة. جورانجي مشي مع العجوز، البنت ركبت المنصة وطلعت لفوق. هل الرسالة وصلت فعلا، وهل السجن ده ممكن يتغير؟ السنين عدت وبنشوف ناس بيتعامل معاهم انترفيو قبل ما يدخلوا، وكل واحد بيقول الأكل اللي بيحبها وبيختار حاجة يجيبها معاه. بعدين بنشوف بطلة القصة برامبون لما صحت لقت نفسها في الدور 24، كان معاها واحد تخين اسمه جيمي تيان، وهنا دي جيمي. جيمي شكله كان قاسي وجاف، كان بيحب البيتزا قوي لدرجة انه في مرة ما جالهوش بيتزا، حاول يحرق بيته واهله بالنار. اهله خافوا منه بعتوه للسجن ده عشان يتعدل، وطبعا كتب البيتزا في استمارة الاكل المفضل. لما نزلت المنصة لقى البيتزا بتاعته متاكلة، زعل قوي وبدأ ياكل اكل تاني من على المنصة. اللي في الدور 23 روبسير وشركتهم منعوه، قالوا له البيتزا بتاعتك اكلها اللي في الدور 21، ما تاكلش من نصيب غيرك عشان الناس كلها هتعمل كده، واللي تحت ما يوصلهمش اكل. وساعتها النظام اللي احنا بنحاول نعمله هينهار. طلع ان في مجموعه في السجن اسمها المخلصين، مؤمنين بالفكره دي وبياكلوا بس نصيبهم عشان الاكل يوصل لكل الادوار. وفي ناس تانية مش بتراعي القواعد دي، بياكلوا قد ما يقدروا وبيبوظوا الدنيا. المخلصين بيمسكوا الناس دي وبيعاقبوها عشان القواعد ما تتكسرش. رويسير قال لجيمي اللي اكل البيتزا بتاعتك بكره اصحابهم في ادوار 19 و20 هينزلوا الدور 21 ويعاقبوهم. جيمي ما كانش عايز يسمع الكلام، بس برامبون اكلته عشان يرضى. في اليوم التاني جيمي كان مستني البيتزا تنزل، سمع صوت معارك فوق. روبيسير قال لهم ان اصحابهم في 19 و20 نزلوا 21 بس مش عارفين يوقفوا اللي اكل البيتزا، فلازم ينزلوا يحاربوه ويمسكوه. لما سمع كلمة حرب خاف، طلع صديق الجيم على قد ضخامته بس بيكون جميل من جواه. المنصة قربت تنزل، قال مش عايز حرب اللي اكل البيتزا، انا مسامحه. المنصة وقفت ولقوا فيها جثة واحد من اللي في الدور 21، وبيصير وقع من فوق وهو بيتخانق مع واحد تاني. برامبون استعدت تحارب، فجأة الزنزانة اللي فيها شركة روبيسير سخنت، أكل كتير ووقع في زنزانتهم وهي بتحارب، فحاولت ترميه بره بسرعة بس حرارة النار اشتعلت واحترقت ووقعت على المنصة. برامبون غطتها عشان تطفي النار. اللي أكل
البيتزا هجم عليهم، برامبون ضربته ووقعته مغمى عليه، المنصة بدأت تنزل، روبيسر صرخ ارموا الأكل اللي وقع في الزنزانة تحت بسرعة وإلا هتولعوا، رموا كل الأكل اللي كان واقع من على المنصة، روبيسر ربط الأكل بالبيتزا وقال هياخدوه للقائد بتاعهم، جيمي اللي كان واقف يتفرج طول الوقت لما شافه مربوط جه يضربه، روبيسر منعه لما عرف إن شيكته ماتت، ضرب الأكل البيتزا ضرب موت، روبيسر قال لهم إن قائدهم الماستر كان زمان في أدوار واطية جدا ما كانش بيوصل لها أكل خالص، عاش على اللحم نفسه وقطع من غيره من المحتاجين، من ساعتها بيعملوا قواعد عشان الأكل يوصل لكل الناس، بالليل روبيسير رمى جثة شريكته في الفتحة عشان تنزل تحت، جيمي قال له ليه ترميها اديها للي محتاجين اللي تحت، روبيسير قال له ده حرام ما ينفعش ادمي ياكل ادمي دي قواعد الماستر، جيمي قال طب انتوا دلوقتي بتعملوا القواعد على مزاجكم، الجثه وقعت تحت والناس هناك قعدوا ينهشوا فيها طول ما هي بتوع زي كلاب جعانه، في اليوم التاني نزلت المنصه والبيتزا بتاعت جيمي كانت سليمه اكلها وهو فرحان، بعد ما خلصوا اكل روبيسير رمى اكل الناس اللي ماتوا، جيمي قال له ليه ترميه مش يتاكل، روبيسير قال له ده برضه ضد القواعد لازم ناكل اكله واحده بس، لو عايز تاكل من الاكله التانيه لازم ترمي اكلتك انت، جيمي قال له طب لو الاكل ده نزل تحت اللي تحت هياكلوا منه، روبيسير قال له ده هيفيد ناس قليلين بس مش الكل عشان كده القواعد موجوده، الايام عدت وبرامبون بقت بترمي اكل الموتى وجيمي بقى يقلدها مع انه كان عايز ياكل منه، عدى 30 يوم اخر يوم في الزنزانه برامبون سالت جيمي عن حكايته، قال لها انا مش غبي زي شكلي قضيت حياتي كلها في الرياضيات بس استسلمت لاني كنت بحاول اطلع الجذر التربيعي لسالب واحد والناتج بيطلع عدد وهمي وانا مش مؤمن بالحاجات الوهميه لان مش مفيده، سبت الشغلانه ورحت عند اهلي، سالته عن عيله ما ردش وسالها هي عن قصتها، برامبون كان لها ابن ومات وكانت شايفه نفسها سبب موته فدخلت هنا عشان تاخد وقتها وتسامح نفسها، سمعوا صوت فرح من تحت، الناس تحت كانت مبسوطه لان الاكل وصل للدور 175، في اليوم اللي بعده سحلوا نفسهم في الدور 180، المستوى اللي الاكل فيه معجزه لو وصل، عرفوا ان نظامهم انكسر في الدور 169، لما نزلت المنصه لقوها فاضيه غير مواعين وسخه، جيمي انهار، واحده من فوق قالت لهم ان قاده المخلصين بيعاقبوا اللي كسروا القواعد الشهر اللي فات وان ثلاثه عملوا كده، واحد فيهم راجل تخين من الدور 24 اكل من اكل الموتى، طلع ان جيمي وهو في الدور 24 كان بياكل جزء من اكل الموتى، وواحده من فوق شافته، الخبر اتسرب لتحت وعرف كل المخلصين، سالوا برامبون انت كنت في الدور الكام عشان تحمي جيمي، كذبت وقالت الدور 48، ايام كتير عدت ومفيش اكل نزل، جيمي بدأ يضعف وباربون كانت بتهتم بيه، قال لها لو ما جاش اكل هيموت، بالليل فكر في حياته الفاشله، حس انه خسران ما كانش ابن كويس لاهله ولا جوز كويس ولا اب كويس، طول عمره بيعمل نفسه قوي بس كان جبان، حس بالذنب لانه اكل اكل الموتى وان ناس كتير كانت ممكن تعيش بداله، وما كانش عايز باربون تتأذى بسببه، قرر ينتحر، عزم نفسه وولع في نفسه بولاع ونط في الفتحه، قبل ما ينط قال لباربون لو طلعت بره قول لعيالي ان ابوهم كان بيحبهم قوي، الناس تحت فرحت بيه وحاولوا يمسكوا جثته ياكلوه، الشهر الجاي باربون صحت في الدور 51 معاها بنت مبتورة الايد، اتصرفت البنت وكانها اول يوم ليها، باربون شرحت لها قواعد السجن، عرفوا ان المخلصين موجودين في ادوار 71 وفوق وان في ادوار نازله فيهم ناس جداد، في الدور 54 في راجل كان زمان في الدور الثاني وكان بياكل ويبوظ من غير قواعد، باربون زعلت عشان الامثال دول كانوا سبب في موت جيمي، في اليوم اللي بعده نزلت المنصه والبنت المبتوره خدت ماسوره حديد وركبت المنصه مع باربون، نزلوا للدور 52، الناس هناك قالوا لهم ده ضد القواعد، السلاسل هتنكسر والمعلومات مش هتوصل فوق، باربون اصرت انها عايزه تنزل للدور 54 وتاخد حق جيمي، واحد من الناس هناك ركب معاها، نزلوا الدور 53 وخدوا معاهم ناس من هناك ونزلوا الدور 54، الراجل ده كان خطر، كان مربوط شريكه في السرير، ولما نزلت المنصه هجم عليهم بزجاج مكسور، قتل واحد منهم ومسك في رقبه البنت المبتوره، باربون ضربته الماسوره ووقعته على الارض، كانت فرصتها تقتله بس استعطفها وقال انا عملت كده عشان الجوع، انا مسجون هنا من سنه ونص، باربون متردده هي عمرها ما قتلت حد، فجاه المنصه بدات تنزل وهرب، البنت المبتوره زعلت عشان لو عاش هيفضل يقتل الناس، وبعدين اعترفت انها مش جديده، قالت انا هنا من 6 شهور، اول ما جيت كانت شريكتي كيكاسي هي اللي فهمتني القواعد، انضميت للمخلصين، كنا بنحارب اللي بيكسروا القواعد، في مره لقينا واحد في زنزانه هيموت عطفنا عليه واكلنا لحم ميت، القائد بتاع المخلصين دراجون بابي جه يعاقبنا، كيكاسي هجمت عليه وقلعت عينه، دراجون بابي زعل وربطها عريانه على المنصه ونزلها تحت، الناس اللي تحت اكلتها وهي عايشه وهما بيقطعوني، واحده فيهم عضت ايدي وقطعت جزء منها وقالت لبربون العيش هنا مستحيله، بكره دراجون بابي هينزل يعاقبنا لاننا نزلنا تحت من غير اذن، لو عايزه تخرجي ممكن تهربي وقت التبديل اللي هو الفاصل، التبديل هو الوقت اللي في اخر الشهر بيدخلوا غاز يخلي كل الناس تغيب عن الوعي، وبعدين الاداره بتنقل الناس بين الزنازين، برامبون شكت انها تقدر تخرج، واحد تالت في الزنزانه كان نايم
نايم بس كان بيسمعهم. في اليوم اللي بعده شافوا دراجون بابي من فوق عامل واحد عريان مربوط في المنصة وبيقطع رقبته. نزل المنصة مع الرجالة وقبض عليهم، قال لبربون والبنت المقطورة انتوا السبب ان السلاسل انقطعت، كنتوا المفروض تخلوا الناس اللي في 52 و53 ينزلوا 54، انتوا نزلتوا من غير اذن. عشان يعاقبهم ربط البنت المقطورة عريانة على المنصة ونزلها تحت، وبعدين قطع ايد برامبون. الراجل اللي كان معاهم في الزنزانة قال لدراجون بابي لو سبتها تعيش هتهرب. هما الاتنين عملوا خطة وعارفين ان في مكان يقدروا يهربوا منه. في اعمق نقطة في السجن بنشوف عيال كتير ماسكين في ايد بعض حوالين منزلق بشكل هرم، واحد منهم ايده انقطعت، فباقي العيال بيحاولوا يتسلقوا الهرم. الشهر اللي بعده برامبون ساعد في الدور 72 معاها عجوز اسمه تريماكسي اللي شفناه في الجزء الاول. برامبون قررت تسيب المخلصين وتخرج مهما كان. افتكرت كلام البنت المقطورة عن الهروب وقت التبديل، قالت ان في واحدة من الزنازين تحت فيها لوحة كلب، لو اكلوا اللوحة دي وقت الغاز مش هيتأثروا بيه لانها مصنوعة من مادة كيميائية بتمنع تأثير الغاز. بس الموضوع خطر. سألت تريماكسي جبت ايه معاك، وراها السكينة بتاعته، استعارتها منه وقالت له ما تسمعش كلام اللي فوق او تحت. لما نزلت المنصة بالاكل تريماكسي اكل وشرب من غير ما يهتم باي حد. الناس فوق كانوا بيزعقوا له يوقف بس هو ما سمعش الكلام. برامبون ركبت المنصة عشان تدور على اللوحة وطلعت تريماكسي معاها. نزلوا لتحت. في الادوار تحت كان في مخلصين وفي ناس مش عايزه قواعد. برامبون قالت لهم هم عاملين فريق، احنا نعمل فريق والا هيفضلوا ينزلوا علينا ويقتلونا لاننا مش بنمشي على قواعدهم. ودراجون بابي بيقتل اصحابه على غلطات صغيره. ناس كتير اقتنعت وانضمت لهم بس ناس قليله فضلت في زنازينهم. نزلوا تحت شافوا كالدوان الاعمى من الجزء الاول، طلبوه ينضم لهم، قال لهم طريق الخروج من فوق مش من تحت. نزلوا على زنزانه فيها لوحه الكلب. برامبون قالت لهم نفضل هنا. عملوا حفله بالليل وعملوا اسلحه من اي حاجه معاهم. في اليوم اللي بعده صحوا لقوا دراجون بابي ورجالته بيفضوا كل الاكل من على المنصه. لما وصلت المنصه لزنزانتهم لقوها فاضيه. دراجون بابي نزل في الدور اللي فوقهم وصرخ فيهم ال 30 يوم الجايين هتفضلوا من غير اكل، لما تضعفوا من الجوع هننزل نخلص عليكم. الناس اللي مع برامبون بدأوا يخافوا. الرجاله بتاعت دراجون بابي رجعوا طلعوا فوق تاني. برامبون قالت للكل مش هنفضل مستنيين نموت، لينا شهر كامل من غير اكل لازم نخطط. اللوحه دي هي املنا الوحيد. شرحت لهم فكره اللوحه وانهم لو اكلوها قبل ما الغاز ينزل في اخر الشهر هيفضلوا صاحيين ومش هيتأثروا وهيقدروا يهربوا وقت ما الإدارة بتنقل للناس. واحد من الرجالة قال تابعوا دراجون بابي ورجالته هم هينزلوا علينا أكيد. برامبون قالت لما يجي وقت التبديل هم هيكونوا زينا بالظبط، مغمى عليهم بالغاز وده وقتنا الوحيد. اتفقوا كلهم انهم هيعيشوا على اكل الموتى اللي حواليهم ويحافظوا على طاقتهم ويستنوا اليوم الاخير. الايام مرت ببطء، الجوع بدا يظهر على وشوشهم. ناس كتير ماتت، ناس بدات تاكل من اللي ماتوا. رامبو كانت كل ما بتضعف بتفتكر جيمي وهو بينط في النار وبتفتكر كلامه عن العيال بتوعه وبتكمل. تريماكس فضل معاها طول الوقت. العجوز ده ما كانش عبيط، كان بيفكر كويس، كان معاه السكين بتاعته. في اليوم ال29 ما فضلش غيرهم وسبع اشخاص بس احياء. برامبون جمعت الباقيين وقسمت اللوحه بينهم، كل واحد اكل نصيبه. جت ساعه التبديل والغاز نزل، كل الناس في السجن بدات تغيب عن الوعي. السبعه صحوا والغاز ما اثرش فيهم. برامبون فتحت عينيها لقيت نفسها لسه في نفس الزنزانه وكل الناس حواليها نايمه. قالت الباقيين دلوقتي يا جدعان المنصه هتنزل الفجر عشان تلي للناس، لازم نكون راكبينها قبل ما تنزل تحت. ركبوا المنصه كلهم وطلعوا فوق. في طريقهم كانوا بيمروا على زنازين فيها مخلصين نايمين وزنازين تانية فيها خونة نايمين الكل مغمى عليه. فجأة حد نادى عليهم من فوق وده كان كالدوان الراجل الأعمى. كان فايق برضه، نادى على برامبل وقال لها استنيني انا معاكم. نط على المنصه من الدور بتاعه وانضم لهم. قال لهم انا عارف الطريق اللي فوق، انا كنت بحاول اوصل هناك من زمان بس كنت محتاج ناس تصحى معايا. طلع ان كالدوان كان عايش في ادوار واطيه زمان وكان بيحلم يطلع لفوق، ولما اكتشف ان اللوحات دي بتاثر في الغاز فضل يدور عليها. المنصه فضلت تطلع بيهم لفوق، كل ما وصلوا دور كانوا بيشوفوا الناس نايمه والمنصه بتكمل لغايه ما وصلوا اعلى دور في السجن، الدور 333. المنصه وقفت ووسطهم باب كبير مقفول. كالدوان قال لهم ده باب الإدارة وراه العاملين اللي بيشغلوا السجن. برامبون قالت لهم أنا اللي هدخل، أنا اللي ورطتكم في كل ده. ترماكس قال لها إحنا كلنا هندخل لأن لو حد اتقبض علينا مش هيرجع يعيش. كلهم دخلوا سوا، لقوا نفسهم في أوضة كبيرة فيها شاشات كتير عليها صور كل زنازين السجن. قدام الشاشات كان في راجل قاعد بيشرب قهوة ومش مصدق اللي بيشوفه. قال لهم إزاي صحيتوا؟ برامبون قالت مش مهم دلوقتي، المهم إن السجن ده لازم يقف، الناس بتاكل بعض تحت. الراجل ضحك أنا بعمل الشغل بتاعي وبس، أنتوا اللي جايين تختاروا تدخلوا هنا. كاردوان زعق له احنا ماشيين على حسب قواعدكم، الناس ماتت والاطفال تحت بيموتوا. الراجل قال له الاطفال تحت؟ لا ما فيش اطفال في السجن ده، القوانين بتمنع. برامبون قلبت في الشاشات ولقت صورة العيال اللي شافتهم تحت حوالين الهرم وريتها للراجل. قال ده مش السجن بتاعنا، ده مكان تاني. في اللحظة دي الانذار اشتغل، صوت عالي، اختراق امني، تفعيل نظام التدمير الذاتي. الراجل خاف من اللي عمل كده، ده معناه ان حد فجر حاجة. برامبون فكرت في جيمي وفي كل اللي ضحوا
عشان يوصلوا للحظة دي. عيلة الباقيين نطلع بسرعة، ركبوا منصة تاني والمنصة بدأت تنزل بسرعة رهيبة، كل ما تنزل الزنازين حواليها بتنفجر، الناس اللي لسه نايمة بتموت وهي نايمة. وصلوا تحت والمنصة وقفت قدام باب حديد كبير، برامبون نزلت وزقت الباب وبعدين اتفتح وطلعوا بره، لقوا نفسهم في غابة، هوا نضيف وشجر وطيور بتغرد. التلاتة برامبون وتريماكس وكالو دوان وقفوا قدام باب السجن وهم مش مصدقين انهم خرجوا، لفوا وشافوا لوحة مكتوب عليها منشأة إصلاحية تجريبية نسخة احتياطية، مستوى تحت الأرض 333 طابق. برامبون بصت للغابة وقالت جيمي شفت أنا طلعت والقصة هنا بتنتهي. وبكده يكون خلص فيلمنا يا صديقي. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أشوفكم في مختصر فيلم جديد. سلام.